مكروهات الصلاة وكره بفرض. أكن دينا صاحب المتن المصنف كدعاء قبل قراءة، يعني يونور الزمير مثلا قبل ذي غير القرآن كان قبل يشمي الظليث أديني كان مثلا الله أكبر تكبت الإحرام، أم بعد أذي يبذو أديخن الدعاء وقي حكمه الكراهة، حكمه الكراهة هكا قبل قراءة وبعد فاتحة. ماشي ولمد يغرى سورة الفاتحة هذا سيرن وذي يدعو يسمى مثلا ما ينكر الظالث أدغر سورة الفاتحة من بعد تخمر الانترفال قبل أدغر الصورة تدخل الدعاء، خاطئ مكروه. إما تغلظ عادي تظل فيك الصحة خاطر يزماد ديال الغلاظ ذي ثقة ما كان ديال سند النظام ثورة نهضر في اللاس. وبعد فاتحة وأثناءها إزماد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ذاك يعجب الدعاء لاقي غادي نظم مادام إياك نعبد نغا ربي جعلها سبوك عبدنا ربي جعلنا من العابدين، لا ولاش الدعاء ما تغلظظ أيضا صلاتك صحيحة. وأثناءها وأثناء صورة إزماد غرض الصورة ندي نقار بعد الفاتحة يزمر أتحب صديت للماس تعرقاش إذا تدعو الله اللهم ذكرني بما نسيت ربي اسمك تيدين سول، خاطئ تخري الدعاء مكروه ماشي حرام مكروه. وركوع وأثناء صورة وركوع ذا ماشي أثناء الركوع أدغرض القرآن نغدغرض الدعاء، خاطئ. ذا شو ديال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يناد ينهاث ربي سبحانه معنى ينهى غير ديالك باش بنادم دي غير القرآن إما ذي الركوع مرة يركع نغ مرة يبض هذه السجد القرآن ذينا لا ذي السجود ما تغرض آيات الدعاء معليش آية لخطر لنت الآيات الدعاء مثلا أصوضر السجود أدينيض ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا إلى آخر الآية، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آيات الدعاء تصيقلان ذي القرآن الكريم ما تسيقلان معليش، ولكن ماذا القرآن نظن خاطئ الحديث وما تجاتنا كذا أفضل اقرأ الدعاء المأثور. هناك أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة الله يبارك. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب جل أو عز وجل، فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل مدني سبحان ربي العظيم. وقيل معنى يسدي الركوع ده يدريني نسبح أدنيني سبحان ربي العظيم، وذي السجود شدنيني سبحان ربي الأعلى، ثلاثة ثكال. بعد يكمل الحديثينات وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني ذي الوقت السجود يوم راغد النبي عليه الصلاة والسلام يجتهدوا في الدعاء خطر وقت أو حال من الأحوال الشريفة أن يدعو الإنسان ربه وهو ساجد. لحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. من المريلي ومذان يقرب ربي سبحانه مريلي في موضع السجود. ذاك ذي الحديث فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدث يعني حولث كثرة الدعاء ذي السجود. أدعو استعرثين تصنض الأدعية ما فغست تقبيليث ولا حرج. المهم الاجتهاد في الدعاء، ووقت السجود هو من الأوقات الشريفة التي يستجاب فيها الدعاء ربي قبل الدعاء. بعد شو دينا وقبل تشهد، ذا قبل تشهد يون ميقيم باش يدير التشهد ماشي ميقيم هذا واحد يغير القرآن، خاطئ. خاطر الحديث هذا نغال دائما الحديث يدين النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، الظلث أماكن إثوالام ظلا يفضل المدينة.
وقراءة بركوع أو سجود، ها ثاني عاودة تلاقي أكد عليها. والتفات بلا حاجة، أما كان يمنع الدعاء ذي مكروه ذي الركوع ولكن السجود لها ذاقي ند وقراءة بركوع أو سجود، وقرأ القرآن أما ذي ركوع أما ذي السجود مثل الضغط تظل الصحة هذا إند. والتفات بلا حاجة، هذه اللي ولي تظل ماشي ما يسنى غير في بورث في الدين إلا غادي يخزر هذه سوالي، أما ذي الجامعة أما ذي الدخان خاطئ. ولكن مثل الحاجة ما إلا شاد زلاض وصليض وقشيش يتسرون أمغار يتسوغو يستغيث موالي غاسقاتي الزاليث ثلا الحاجة يبالك يحواج يبالك قشيشني لو كانوا بالك إلا قاتي تسلك بالك ثاني اون دونجي في خطر لا ندري، بالك مغارني واحد يغلس قوم طرح ذوك خان وثا مغارث انظر فرمات ولاد اتنون دونجي اذا روح عيون سلك هما ولد عادي والزرارة اصلا تلي دات زلط ياكل عادي. ولكن داير بيدينا المصنف والتفات بلا حاجة، لأنه إذا كانت الحاجة معناه يرفع حكم الكراهة ويحل محله حكم الجواز أو حكم الإباحة. وتشبيك أصابع وفرقعتها سمحتيها لنقاذ يعني ذي الظليث التفضيل إلى عبس سوفرنوسيس نغلع سي ضوضانيس نغي تشبي كيفاس ضوضانيس تيقال مكروهات كامل. ممكن الإنسان الذي يغفل خاصة صلاة التراويح مثلا دا القراءة طويلة ممكن الإنسان يغفل، ولكن ولا قال يعني أتخدم كن الطبيعات فيريس تاقي حكم الكراهة. إناد كذلك وتغميض بصره التفضوين ذي غلق النيس ذي الظليث مكروه فنادم ذي غلق النيس ذي قنا النيس إلى قليل الدين وذي توالي إلى موضع السجود، وهذا أدعى للخشوع، والخشوع روح الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن سمحتي مثل الحاجة التواليض تجينيك تشوش عليك يجوز تغلق ظلني سمحتي لي جون تغتورثي كوالي ونسان جاكيت تشور الكتيبة يتزال زداتي ماشي مي الزور ضميد سمع الله لمن حمده دغردك وطابلوني دغردك وطابلو بيبليسيتي نغاشوك كيلان ثولا تجي غلقني غلقيت يعني جوست لحظاتني بعد ركع ديالني وهكذا في غادي ما الا اني شو سنت كوينه كيجينين هذه شوش في الاكتظاليت يجوز الشريعه عندنا لا لوجيك سبحان الله كل شيء معقول كل شيء معقول. يلا من بعد يناد وتفكر بدنيوي يعني يون من المكش مي الظليث هذه برونشات يجبد كل دوسين دونيث فلما وسان دي دوسين الله غالب ثيك ولد الزضمن فلاك لا صدام صاري في الله غالب دونيث سلمتياك ماشي ذيني سهلا مما إلا بنادم إلا قد يكافح شوية طاسينا قليل هري فاسنا ربي إلا قد كونسونطري إلا قد ركزا والسبع ذاك الهموم من الدونيث. أما كن جسم حتي صباض المغذيين فراي الجامعة أكني إلا قد نجد دونيث ذي برا خطرني لي هري فاسنا ربي نزال هكذا. ذا غلبت المكروهات اللي ظن منها سمحتي الحك بغير ضرورة التفضيون يخمز بزاف بلكن لو قال تشكين سورتو ذي التراويح ياشني الزالغ الريفريون يتحكوا ياك يعني مرة شبوبيس مرة قرويس مرة سمرتيس مرة سورة مثل الضرورة يقرا حيث الحال هذه خميس انت كلت مي ماشي دغا من بعد امي ماشي تصلي ثكي كراهه دائما. ولكن لن تليميت اذا كان الانسان يعني يخدم حركات كثيره خارج الصلاه فتبطل صلاته. كذلك مدافعه الاخبثين سمحتي هذه ليون حرصنتي دوا من تسا يسوى حرص ولي باش يروح باش يستنجي وكذا اكيد الظله بيش يقيس الوضوء ثم ما تسوى حرصد في غادي نسوى حرصد حارض يلقى تسوى حوض وكذا لا حرج حكم الكراهه. إما الذي ألاز يروح يدخل من الاستنجاء
مولاش تخدم حاجه مكروهه جامع تكونسونطري ما الا يظليت ما الا شتيني من انت سحر صنكيت هكذا الشرع. اخيرا يعني ما زالت يضع على كل حال الصلاه مع النعاس، يعني تفضيل تسنو الدوم اكين الله بيسكي غالبين الدم تكمل كان لا تصلي ثرى تزلط الى قد السنف كزال واحد سردو ذميك مولاش تشوط من بعد كويد الزال خاطر سميستا زاليث وتزاليث الى قتيلي الخشوع. جاء ثلويث بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله.